مين قال لك تصحيني يا مدام؟ ما خلاص الوزارة اتشكلت، انت غاوية تنكري عليا وبس. انا عاوزاك تقوم تشتغل مش تعيش في احلام. ابنك مستني، شكله بقى وحش قوي، كل عيال الحته بيعايروه بيقولوا له انت ابوك مشتاق الى الابد. مشتاق، خلي بالك. خلي بالي من ايه؟ خلاص اتشكلت. مش قصدي الوزارة، خلي بالك لا تقع في بلاعة. بلاعة؟ وانا اكره؟ يا ريت على الاقل استريح منك ومن ابنك ومن عيال الحته كلهم. ترجع لنا بالسلامة يا هنداوي. اسمع، لو البيه مشتاق جبر بخاطرك لازما حتما من كل بود ترجع لنا في ذات نفس اليوم نفسه، ايه عشان تبشرنا. ذات نفس اليوم ايه يا دي اهبل انت يا ابن الاهبل؟ هي قعدة جرن وهتتفضي يا ولا؟ ده اسبوع مفتوح يا ولا، جت فتح نافوخه يا سنة سوخي، يعني احنا هنوع الجمعة بحالي مش عارفين مين هو العامل ومين هو الفلاح. وانتوا منزعجين قوي كده ليه؟ ها ايه الجديد يعني؟ هو من امتى البهوات بيعرفونا ولا عايزين يعرفونا ولا حتى ناويين يعرفونا؟ قال على رأي المثل شخشخ يا ابو النوم. ايه جد علينا اليوم؟ وانت لازم تبكتنا وتنكد على اهالينا كده؟ الهي ولع في جدتك. تصدق بالله انني قابل الدعوه ديت مخصوص عشان ارجع اقص لسانك وتبطل تلسن على الاكابر. روح يا خايب ككواكسه يا خايب يا نايب يا عديم الراجة، بيضحكوا عليك زي المزين ما بيضحك على الزبون بطقطقة المقص. لا يا هنداوي، الواد ابن ابو سليم ده زودها قوي، اوعى اكون سكت له. سكت له؟ ده اني فرجت عليه الكفر كله. برافو هنداوي، وان شاء الله اول ما نقولها يا هنداوي ربنا هيجعل ايامكم كلها فرح. بس الحقيقه انا بعت لك عشان موضوع تاني خالص غير تعريف العامل والفلاح. الواحد لازم يكون عايز فلوس يا بيه، فلوس. ده اني تحت امرك، هنداوي ملك يمينك وشمالك. يعني هتقف جنبي يا هنداوي في هذه المرحله؟ في هذه وتلك واخرين يا بيه. تصدق بالله يا بيه لو سعادتك قلت لي يا هنداوي ارمي نفسك في الرياح دي بس تليفون سعادتك ده يرن، اني ما اتاخرش رقبتي. باختصار يا هنداوي، في كلام فارغ كتير بيتقال اليومين دول عن الإهمال والتسيب في البلاعات، وأنا بصفتي عضو رئيسي في لجنة الحوار جهزت اقتراحات مثمرة وبناءة لحل هذه المشكلة والقضاء على سفسطة المعارضين. عفارم عيني برد عليك يا سعادة البيه، طول عمرك بسم الله ما شاء الله، طول عمرك اور ونور ومخك انضف من ميه ترمبة حضرة العمدة. انما ايه الاشكال يا بيه؟ الاشكال يا هنداوي ان في ناس تانية برضو هتقدم اقتراحات مثمرة وبناءة وبينافسوني على الوزارة، منهم علي الكوماندا. انا عاوز اكتسح الناس دول من طريقي عن طريقك انت، وده هيبقى في ندوة البلاعات المكشوفة والرؤية المستقبلية لغطيان البلاعات. ازاي يا بيه؟ تعمل شركة كامبوركو لغطيان البلاعات وتبيع لأندار الدايرة بسعر التكلفة. يا ساتر، ده انت وقعت، انت خلاص افكارك بقت بايته. لا 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 لا، ايه ده؟ دي افكار. انا عندي فكره ما تخرش الميه. ايه رايك لو كل طفل ما يجي يقع في البلاعه ينزل في مدينه ملاهي جوه البلاعه، ونسمي مدن الملاهي دي كامبورا لاند للملاهي. اول ما ينزل الطفل ويسقط في البلاعه يلاقي قدامه بادي جاردن. كيفن كوستنر. ها؟ كيفن كوستنر. كيفن كاستر اللي بتقول عليه. البنت السمراء دي، البنت السمراء اللي طلعت في الفيلم بتغني جنب فريد الأطرش. ايوه، يقع في البلاعه يلاقي البادي جاردن قدامه يقول له ويلكم ويقطع له التذكره. الواد يجري بقى في مدينه الملاهي جوه في البلاعه مع الروايح
ومع الجمال والحلاوه يجري على المراجيح، على الزحاليق، على قطر الدوده، مش سندوتش الدوده اللي بحطه لك كل يوم في الاكل، لا 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 لا، قطر الدوده، على النشان، ينشن، يستمخ، يستمتع، يكبر، يشيل لنا الجميل ده ويديني صوته في الانتخابات، وسلم لي على صندوق الميه. سيداتي آنساتي سادتي، يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذ العبقري الفذ العلامة عبد بيه مشتاق ليدلو بدلوه. ومعنا أيضا في هذه الحلقة الأخ هنداوي. متشكرين. عيب ده حي الناس يا بيه. ناس ايه؟ هو انت في اراجوز البلد؟ دايما كسفني كده. اتفضل. مساء الخير. عبده مشتاق، دكتوراه في أنثروبولوجيا البلاعات المفتوحة والأسلاك المكشوفة وخلافه. تليفون 560 3500 بجوار هريد الفكهاني. عبدو بيه مش انثروبولوجيا ديت اللي بعد كوبري زفت يمين؟ لا يا راجل، دي قبل طنطا بكتير. معنا ومعكم على الهواء مباشرة عبد بيه مشتاق ليدلو بدلوه في البلاعة. سوري، أنا أسفة أوي، أسفة جدا، عفوا. ليدلو بدلوه ويفتح لنا الطريق أمام تحديات المستقبل البلعوي، فليتفضل. يسعدني ويشرفني أن أعلن لكم من هذا المكان أن اللجنة العليا للبلاعات المفتوحة قد شرفت بوجودي فيها لأساهم بجهدي الوفير في إلقاء الضوء حول أبعاد الأزمة في هذه المرحلة، لتكون هذه اللجنة نواة في المستقبل القريب لإنشاء وزارة للبلاعات المفتوحة. وأنا بقول أهو، إنشاء وزارة للبلاعات المفتوحة، أصبح أنا طبعا خير من يمثلها. أنا بقترح وأنا في مكاني هنا قدامكم إن احنا لازم نعمل مزيد من الإجراءات والاحتياطات علشان نحمي أطفالنا من الوقوع في البلاعات. فأولا هنعمل خرائط لكل الشوارع اللي فيها بلاعات عشان الأطفال ما تمشيش في الشوارع دي، والخرائط دي تضاف لمادة الجغرافيا في المدارس يدرسوها الأطفال، ولازم ياخدوا فيها دروس خصوصية. بعد كده طفل يجي يقول لي أنا وقعت يا أنكل، أقول له ما خدتش درس خصوصي، ما خدتش. أنا بقوله لازم ياخدوا دروس خصوصية. كمان الخرائط دي ما تكونش على ورق عادي، لا، لازم تكون على ورق فاخر 7 ألوان 250 جرام. حد يقول لي ده ما عندناش، هقول له هنستورده من ألمانيا يا أخي، هنستورده بقرض $500 مليار مارك. يا سلام يا بيه، الله يرحم والدك، يا ريته كان عايش عشان فرح بيك. هو ده الكلام يا بيه، وبالطريقه دهيا يستغنى عن غطيان البلاعات ونحمي فلذات اكبادنا وحبايبنا يا بيه من الوقوع فيه. فانتاستيك، عبقري، فذ، خطير يا عبد بيه مشتاق. حضرتك تتميز بروح إنسانية عطاءة معطاءة وقلب رؤوف رئيف مرتعف. ولو سمحت اسمح لي أقول لك عبد بيه مشتاق، لن تنتظر كثيرا ولن تبقى تليفونات سيادتك صامتة بعد الآن. عبدو بيه معلش، انا جعان، اجيب سندوتش شويه. ما انت لسه واكل قبل ما ندخل. معلش، وبصراحه زهقت من البت دهيش. ما تتاخرش. طيب صدقوني يا جماعه، صدقوني، ما فيش طفل واحد وقع في بلاعه. دي كلها شائعات مغرضه اطلقها الحاقدون علينا. طب حد فيكم يجي يقول لي في طفل اهو؟ ابدا. انا اتحدى اذا كان في طفل واحد
وقع في مساء الخير يا بلاعه. جماعة. اتحدى حد يجي يقول مساء لي الخير يا جماعة. كان في واحد معاكم لابس جلابية وطاقية وقصير واسمه هنداوي. ايوه. وقع في بلاعة بره البلاتو. بتقول ايه؟ صدقتوني؟ مش قلت لك اتحدى. انا في الحقيقه مش قادر افهم ايه سر الضجه الكبيره اللي عاملها دولة ودوكهم ودوكهم لمجرد ان طفل وقع في بلاعه. الله، دي مش ظاهره جديده. تعالي ندرس التاريخ سوا. عندك توت عنخ امون مات وهو طفل لانه وقع في بلاعه. عندك الاستاذ كشر والد الفنانه الكبيره ماما كشر لفظ انفاسه الاخيره وهو يعاني داخل بلاعه وقع فيها وهو طفل. عندك الاسكندر الاكبر الاسكندر المقدوني بعد ما دوخ العالم وغزا هذا العالم باسره لفته وجه عندنا لغايه اسكندريه ومات وهو طفل لانه وقع في بلاعه. وعمك استيليو اليوناني قاعد يدور عليه ومش لاقي لغايه دلوقتي ويبقى يقابلني لو لقاه. فانتاستيك جريت عبقري. تحليل تاريخي عبقري للعلاقة الجدلية بين الأصول التاريخية التراثية وبين الواقع المعاش. معاش ده ايه؟ هتفولي عليا دي؟ ده انا لسه قدامي كام سنه على المعاش.